مين فينا مش بيحب الشوكولاتة؟ الحتة الصغيرة دي اللي أول ما ندوقها نحس إن إحنا طايرين من السعادة. عمركم سألتوا نفسكم حكاية الشوكولاتة بدأت إزاي؟ إزاي مشروب مر عند الشعوب القديمة يتحول لألذ حاجة بناكلها دلوقتي؟ لا وكمان متاح ومتوفر في كل مكان. يلا بينا نرجع للزمن ونعرف القصة الحقيقية لرحلة الشوكولاتة. أنا ندى وده ندى توكس، يلا بينا نبدأ حكايتنا. أصول الشوكولاتة بترجع لحوالي 4000 سنة، وأول ناس استخدموا الشوكولاتة وصنعوها هي حضارات أمريكا الوسطى، خاصة حضارة الأولمك ثم المايا في جنوب المكسيك. كانوا بيعتبروها مشروب روحي بيتشرب في الطقوس والمناسبات الخاصة. ومشروب الكاكاو ده كان طعمه مر جدا، بعيد خالص عن الطعم الحلو اللي احنا نعرفه دلوقتي. وشجرة الكاكاو كانوا بيعتبروها شجرة الآلهة في ثقافات ما قبل حضارة الأولمك. أما بقى حضارة الأولمك نقدر نعتبرها أول ما نحول بذور الكاكاو لمشروب شوكولاتة. ومن بعد الأولمك حضارة المايا كانوا بيقدروا الشوكولاتة تقدير كبير جدا، لدرجة إن هم كانوا بيعتبروها مقدسة، وكانوا بيسموه المشروب المر أو شوكولاتيه. وكانوا بقى بيعملوا إيه؟ يفضلوا ينقلوا المشروب ده من إناء للتاني علشان يعملوا من فوق رغوة كثيفة جدا. واللي اهتم بحبوب الكاكاو بعد حضارة المايا حضارة اسمها الأزتك. دول بقى استخدموا حبوب الكاكاو بطريقة مختلفة، استخدموها كعملة للمقايضة، بيبدلوا بيها السلع أو بيدفعوا بيها الضرائب. وده كان في القرن ال15، وكانوا بيعتقدوا إن الحبوب والشوكولاتة دي هدية من الآلهة. ومع سيطرة حضارة الأزتك على أمريكا الوسطى زاد اعتمادهم بشكل كبير على بذور الكاكاو، لدرجة إن هم كانوا بيستخدموها كمكافآت للجنود. كانت بالنسبة لهم كمان رمز للمناسبات الدينية. مثلا الامبراطور مونتيزوما الثاني كان بيشرب 3 جالونات في اليوم من مشروب الشوكولاته اللي معمول من بذور الكاكاو. وصلنا بقى لواحد اسمه هيرنان كورتس، وده كان مغامر اسباني وقضى على حضاره الاستك، بس وهو هناك وقع في حب مشروب الكاكاو لدرجه ان هو نقله للبلاط الملكي الاسباني. لكن مش كل الناس في اسبانيا كانوا معجبين بالشراب المر ده، هو اصلا كان مر ما كانش حلو، لان هم كانوا بيحطوا عليه فلفل. هنا بقى جه دور الرهبان الاسبان اللي قرروا ان هم يعدلوا شويه في وصفه المشروب ده. فعملوا ايه؟ بدلوا الميه بالحليب وحطوا سكر وعسل بدل الفلفل، وبعد ما سخنوا المزيج ده اتولدت وصفه جديده. ولان المشروب ده اتخلص من المراره اللي كانت فيه وتحول لمشروب حلو، انتشر جدا في اسبانيا فضلت محتفظه بالوصفه لمده قرن تقريبا لحد سنه 1615. وبعدين الوصفه دي اتنقلت لفرنسا عن طريق زواج الملكه آن من الملك لويس الثالث عشر، ومن فرنسا انتشرت لبقية أوروبا، لدرجة إن البريطان بدأوا يزرعوا أشجار الكاكاو في مستعمراتهم في أفريقيا. وبعدين سنة 1828 الكيميائي الهولندي كونراد يوهانس فان هوتن، هو اسمه كده ماليش دعوة، الراجل ده عمل ثورة في صناعة الشوكولاتة، لأنه اخترع آلة بتضغط الكاكاو فيطلع منها مسحوق ناعم بيضيف عليها حاجات فيصنع الشوكولاتة. وبفضل الاختراع ده سعر الشوكولاتة انخفض جدا وبقت في متناول إيد الجميع. وفي سنة 1847 مؤسس شركة جي اس فراي اند سونز البريطانية المشهورة أطلقوا أول قطعة شوكولاتة من الزبدة ومسحوق الكاكاو والسكر. ومن هنا بقى الرحلة اتغيرت من مشروب مر ثم مشروب حلو ثم قطعة شوكولاتة لذيذة بتدوب في البق. المرحلة اللي بعدها بقى سنة 1867 شركة نستلة قررت تخترع اللبن المكثف، وبعدها قرروا يتعاونوا مع صانع الشوكولاتة السويسري دانيال بيتر، ومن هنا تم اختراع أول شوكولاتة باللبن شوكليت ميلك. 1879 بقى راجل اسمه رودولف ليندت اخترع آلة مختلفة اسمها ايه؟ كونشنج ماشين، آلة الكونش. ودي بتعمل ايه دي كمان؟ بتخلي الشوكولاتة ناعمة وسلسة زي اللي نعرفها دلوقتي. في أواخر القرن ال19 بقى شركات كبيرة زي كادبري في إنجلترا وكمان هيرشي في أمريكا بدأت تصنع الشوكولاتات بكميات كبيرة جدا وبأسعار منخفضة. ومع الثورة الصناعية والقطارات والسفن الشوكولاتة ما بقتش حكر على الطبقة الغنية في أوروبا بس، لا دي وصلت للعالم كله. وفي أوائل القرن العشرين بدأت الشوكولاتة تتصنع بأشكال مختلفة، ألواح، محشية، سادة، حلويات. وزي زمان ما كانوا بيدوها للجنود، كمان في الحرب العالمية الأولى والتانية كانوا بيمدوا الجنود بشوكولاتة في حصصهم الغذائية علشان تمدهم بالطاقة وتديهم سعرات حرارية. وطبعا ده خلى حب الشوكولاتة يزيد عند الناس بعد الحروب. وفي منتصف القرن العشرين اتولدت ماركات عالمية وبدأت تنتشر بسرعة جدا في الأسواق زي سنيكرز، مارس، كيت كات. وطبعا بدأوا يستخدموا الشوكولاتة في صناعة الحلويات والكيك والمشروبات الباردة. في القرن بقى ال21 بقى فيه اتجاه مختلف نحو ايه؟ الشوكولاتة الفاخرة بريميوم شوكليت، وخاصة الشوكولاتة الداكنة اللي هي دارك شوكليت. كمان دكاترة التغذية بيوصوا بيها علشان هي كويسة جدا للصحة النفسية والبدنية، بس طبعا بمعدلات قليله، ما ناكلش في اليوم 3 4 علب شوكولاته قد كده هو نقول عشان نفسيتنا تبقى كويسه.
الإحصائيات الأخيرة بتقول إن البشر بيستهلكوا كل سنة حوالي 3 مليون طن من الشوكولاتة. أبطال القصة هم الأوروبيين لأنهم بيتصدروا الاستهلاك كل سنة لمخزون الشوكولاتة، والكلام ده من ساعة ما الشوكولاتة غزت القارة الأوروبية في القرن ال16. واللحظة دي كانت بداية رحلة سريعة غزت فيها الشوكولاتة كل ركن في الأرض، ويا ريت كلنا نحمد ربنا على النعمة العظيمة دي. كده أنا خلصت، أسيبكم في عالم الشوكولاتة اللذيذ اللي بيتلاقى فيه الطعم الحلو مع الذكريات. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.